السلام عليكم اخوان. كاين واحد النقاط اللي خصنا بغينا نشيروا ليها في هذا الفيديو هذا، لان كلشي كيهضر على المقابله ديال جمعيه القبائل والوداد البيضاوي، ولكن الناس الاخوان ديال الجزائر اللي كيهضروا حق الحكم هدف ديال جونيور سامبو كان في التسلل. ولكن خصنا نشوف واحد النقطه عاوتاني، راه بانهم راه الناس ديال شباب القبائل يلعبوا مع الجيش الملكي في كاس كونفدراليا. كانت الكارثه بمعنى الكلمه، كانت الكارثه. الحكم تعدى على فريق الجيش وتقصاو من الدور ديال، وملي لعبوا مع الوداد كلشي كيهضر على الاعلام ديالهم، الصحافه كلشي كيهضر القجع فاسد القجع. اول حاجه راه الحكم راه جنوب افريقيا، اللي بغى يهضر مع مانديلا. يعني اصلا كلشي كيعرف بانهم جنوب افريقيا كتدعم الجزائر، جنوب افريقيا كتدعم الجزائر. يعني حنا ما عندناش علاقه مع جنوب افريقيا. يعني راه خص يكون ضد الوداد، ماشي خاص يكون مع الوداد البيضاوي. يعني واخا نقولوا حنا البيت الاول تسلل ما باينش، يعني اول حاجه ما كاينش الفار، وثاني حاجه ما بيناش، يعني والنتيجه خرجت 3-0. وزيدون اول حاجه الاهلي المصري اللي فريق قوي وخسرش مع الوداد البيضاوي في النهائي. يعني الوداد كتبقى حامل اللقب، الوداد راه حامل اللقب، راه ماشي لاعبين مع شي فرقه من طنزانيا ولا لاعبين مع شي فرقه من طوغو ولا لاعبين من جنوب الصحراء. الوداد راه كيبقى فريق كبير، واخا تبغي تعيا وما طيروا راه كره هي هادي. يعني اصلا كلشي كيهضر الوداد، التحكيم، القجاع، الجامعه الملكيه المغربيه. راه عندكم في رجلكم، راه تعطوا ما عندكمش، راه كره هي هادي. يعني خسرتوا بالنتيجه السلبيه. الوداد كانت في عليكم فور، الوداد كانت قويه. اصلا فريق شباب القبيل كامله كنترجع اليوم غير الوراء. راه 90 دقيقه وانا كنشوف شباب القبيل ما وصلتش كاع للحارس، ما كيوصلوش كاع. يعني حدهم نص التيران ما كيفوتوش. كيفاش وحده جايه لاعبه على كونتر اتاك وجايه لاعبه على اللور وباغيه تربح؟ كيفاش؟ يلا حلل وناقش. وزيدون شباب القبيل هذا العام هذا فريق بدون مستوى، فريق ضعيف اصلا. هو قال في رتبه 18 ما رتبه 17 في الدوري ديال الجزائر. كلشي كيهضر الجامعه، اي حاجه كطرا عندهم الجامعه الملكيه المغربيه القجع. وراجعوا شويه انفسكم شويه، راه ما غاتوصلوش الكره المغربيه. راه الكره المغربيه راه غاده في واحد المستوى عالي. راه كلشي كيشوف، تفرج في المنتخب ضد البرازيل، كلشي تفرج ضد البيرو. يعني المنتخب كتعطي واحد الصوره زوينه للعرب والافريقيا. راه حنا اللي هازين الدرابو ديال العرب وديال افريقيا. يعني المغرب راه هي اللي كاينه دابا في شمال افريقيا وهي اللي كاينه في افريقيا. القجع راه كيخدم بلادو، كيخدم المغرب. حتى نتوما خدموا بحالنا، خدموا، الله يسهل عليكم ويسهل على الجميع. ولكن باش ما تبقاو حاضرين مره وكل مره وكل مره وكل مره الى اين؟ صافي خسرتوا صافي. وزيد عاوتاني في الدور الثاني، في الدور الربع راه غتقدر تطيحوا الدراجه. نتوما الثاني غطيحوا الدراجه عاوتاني، والراجا تهلط فيكم، عطاكم تيران، دخل الجمهور فابور وتهلاو فيكم. واش بغيتوا؟ اللي دار شي حاجه احقا المرو. وبالرغم نتوما درتوا كوارث عندكم تما في الجزائر، كوارث درتوهم. منعتوا التصوير، منعتوا الفريق الحافله ديالهم، تكرفسوا عليهم. وحنايا استقبلنا لكم احسن استقبال، وطيحتوا الرايه المغربيه. الناشد ما كيكملش عندكم. والله لطف وصافي. هاد الكبرانات وهاد الجنرالات لا حول ولا قوه الا بالله وصافي. اتقوا الله في نفوسكم. راه العقده ديالكم تولي هي المغرب. والله الا العقده ديالكم هي المغرب. كلشي فين ما كنبدل الاعلام، اي فيديوهات في اليوتيوب، في فيسبوك، في انستغرام، كلشي المره وكل مره وكل مره وكل مره الى اين الله اعلم. ورجعوا شويه نفوسكم وبعد من المره راه واحد لكم في الحلاقه. راه باغي يدير شي حاجه خدموا بلادكم كما كتخدم المغرب، كما كيخدم القجع بلادو خدموه. راه ما عندكمش الرئيس، ما عندكمش الاتحاد الجزائري بتاتا. راه بيناتكم مع مرونه بيناتكم، فما بالك الجمعيه الملكيه المغربيه لكره القدم. حنا راه خدامين بلادنا، حتى نتوما خدموا بلادكم.
ما تبقاوش حاضين على المغرب المروك امتى. وكنتمنى يكون هذا الفيديو هذا يكون كلشي يتفرج فيه باش يعرف بنادم ما هادشي راه كيخربق، بنادم ما عنده ما يدار كيبقى حاضي المروك. عندكم بحال الاذكار المساء والصباح، لا في الصباح لا في العشيه على المروك، فين ما كنقلب كنلقى المروك. بعض الصحفيين عاوتاني واحد ديال علي بن الشيخ ابيت او شئت ام ابيت ان كنا حنا سباقين المروك على المروك. فاش تيرانا ما عندكمش تسدوا اللجنه قالك جات من المغرب هي ماشي من المانيا. منين جات هذيك اللجنه؟ منين قالك المروك اللي صيفطها لينا؟ سبحان الله. اتقوا الله شويه في نفوسكم، اتقوا الله. سيروا راجعوا